مكسب حلو بيدي ثقه كبيره لجماهير الزمالك، بيدي ثقه كبيره للجهاز الفني، اللاعبين. الزمالك النهارده في القمه ب7 نقاط، متساوي مع المقاولين العرب. كابتن استاذ مرتضى الف مبروك. كنت اقول لك كابتن مرتضى شاكرين كده. شكلك زعلان. طبعا. ليه؟ زعلان من البلطجي. زعلان من اللي طرد من النادي الاهلي وجاي يبحث على الزمالك، وانا اللي جبته يلعب في الزمالك وانا في الزمالك. زعلان من البلطجي واخونا كل مره طلعهم من السجن. زعلان من شعب بورسعيد المحترم، المفروض يطردهم الاثنين، لان الفانيلا الحمراء اللي عليها دي وشالها هي اللي رافضه تسلم على بورسعيد او تعمل مطوشه في بورسعيد مع احترامي النادي الاهلي. عيب اللي عمله ده، عيب. انت راجل بتشجع وبتدرب المصري، خليك في المصري. الفانيلا الحمراء دي اقول لك احسن تحطها فين؟ باش عشان عيب. انت واخوك انا اللي طلعتكم 100 مره من السجن، 100 مره. فاكرين؟ من 20 سنه وانا عمال اطلعكم عشان انتهى الغل يا كريم. ده ماتش كوره. ايوه. ايه القرف ده؟ احنا بس عايزين نهدي الاجواء شويه. عارف لما تدفع فانيلا الخضر عادي هحترمك عادي. مفيش مشكله. انما الاهلي ده اللي طردك وتاك بكازمه انت واخوك، قال لكم بره انتوا الاثنين، بره طردكم بره. عيب عيب. وبعدين يا اخي ده ماتش كوره، والعلاقه اللي بيني وبين سمير حنبيه علاقه محترمه، العلاقه اللي بين نادي الزمالك والنادي المصري علاقه محترمه. المصري كسب الزمالك وساعتها مجلس اداره الزمالك قال الف مبروك عادي وما عملناش حاجه ومشينا. وبقى انا باركت، كان انا عدنان سمير حنبيه موجود او مجلس اداره، باركت له ومشينا بادب. ايه الغل ده؟ ايه ده؟ انت انا مطرود يالا من نادي الاهلي، انا مطرود ومضروب بالجزمه انت واخوك. فين اتحاد الكوره بقى؟ ده ممكن يولع بين بلدين، واخد بالك؟ وده ماتش كوره يا كريم. يعني الشوط الاولاني مش المصري كان فايز، صدر اي تصرف من الجهاز الفني للزمالك او الاداري او الطبي، بعدين لانهم محترمين مش بلطجيه، مش عيال بلطجيه جايه من الشارع، عيال ما اتربتش. انا مستني اشوف اتحاد الكوره هيعمل ايه، وهشوف سمير حنبيه هيعمل ايه. هو المفروض يعني في حكم رابع وفي مراقب وقاعد جنب الدكه، لو في حاجه اتقالت لازم يذكرها في التقرير. طول الماتش شتيمه في الجهاز وفي اللعيبه وفي ناس الزمالك طول الماتش. هو كابتن طارق يحيى قال لنا الكلام ده دلوقتي. انا بقول لك هو طول الماتش وبيكلمني احمد جلال اقول له يمسكوا اعصابهم، يهدوا. علاقتنا بين مصر وبورسعيد علاقات محترمه، مش هيبوظها عيلين بلطجيه. انت هو بلطجي، انت هو انتوا ناسين. انت ناسي احسن منك كنت في السجن بتاعك من شهرين ثلاثه. اقول طلعت ازاي ولا معلش يا استاذ مرتضى، يعني مش عايزين نهيج الامور خلاص. انا عارف حضرتك زعلان، بس عايز اقول لك ان جمهور بورسعيد زعلان اكتر مني. خد مني انا بقى. جمهور بورسعيد المحترم زعلان اكتر مني. ليه؟ لان اللي بين المصري والبورسعيد والاهلي، واخد بالك، ده مشكله بنحاول نحلها بقى لنا 5 6 سنين. تمام؟ جاي تستفز جمهورك بفانيله النادي الاهلي مع احترام النادي الاهلي، واتمنى ان ربنا يوفقه بكره ان شاء الله لانه بيمثل مصر مع فريق الترجي. لكن ايه لازمه تطلع فانيله الحمراء؟ ايه لازمتها؟ وعلى قلبك، ما قلبك وجع قلبك، انت اخوك يا اخي وبطلوا بلطجه. هو انت عارف انا طردتهم من نادي الزمالك اخر مره عشان جيهم شاد اسال ميدو، جيهم بالعصابه اللي معاهم دول، الشاد الواد الاستاذ اسمه حسن، الواد اسمه وليد، والهادي العصابه ديت جايين يشتموا ميدو جوه النادي الزمالك. فين الواد؟ عايزين يضربوا. لا الكلام ده مش عندنا، الكلام ده يا بابا مش عندنا. انا مستني اتحاد كوره، مستني سمير حنبيه راجل محترم مجلس ادارته. وانا دلوقتي عرفت من بورسعيد ان بورسعيد كلها مولعه فيهم دلوقتي. ازاي يا عم ارفع فنيتي الخضراء. الله، ده شرف ليك انك بتدرب نادي المصري بورسعيد. هل جماهير الزمالك استفزت كابتن حسام مثلا في الشوط الثاني او الشوط الثاني؟ جماهير الزمالك كانت بتحب حسام حسن قبل هذا الماتش، وانت عارف ان كل تراجين المدرب يقولوا لي هات حسام وابراهيم. ايوه بالظبط. تمام. لكن من غير بلا مبرر ممتاز جدا. طلع القرف اللي جواه، طلع الحقد اللي جواه، طلع الوساخه اللي جواه واخوه. ايه يا ريت بص يرفع علم بورسعيد، يرفع الفانيلا الخضراء له كل الاحترام. ده النادي الاهلي مش طرف. ده النادي الاهلي يا اخي. ده انت النادي الاهلي ضربك على فاك ماتش اللي فات دون، تمام، ورحت طالع باسم ومروح في الملعب. كان نهائي الكاس على ما اعتقد، كان نهائي الكاس معاهم، نهائي الكاس على فاك وبصهم كلهم ورحت ماشي. ايه الغل ده؟ واقول لك تاني بفكرك حسام ابراهيم، اوعى تبلطج على نادي الزمالك مرتضى منصور. بحذركم. وايه اللي هقول طلعتوا ازاي من السجن؟ بحذركم المره الاخيره. انا اللي رحت بقى السجن، انا رحت المحكمه اللي في سجن طرة المحافظ. يعني خلاص يعني ملهاش لازمه يا استاذ مرتضى، خلينا عيب عيب انك انت الزمالك كان بيقول 1-0 في الشوط الاولاني، انت شفت منتهى الادب والاحترام بالجمهور والجهاز. جهاز حكى لي قال لي شتيمه وقله ادب وحركات بالايد وحركات بالصوابع. ايه القرف ده؟ مين دول؟
طيب رايك ايه في الزمالك؟ مين العيال دي اصلا؟ مين العيال دي؟ حته تعيين مين ده اصلا؟ ده هو اخوه اللي بيبلطجوا على البلد كلها. ايه القرف اللي احنا فيه ده؟ وعمالين يتحمل قرفهم، وكل ما يعملوا مصيبه يا انا اروح واقف ورايح وجاي والسجن والاسم. يا عم عملوا مصايب يا راجل. طيب يعني خلينا نتجاوز حضرتك. مين معاك يا معلم؟ انا معاك. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.